وكيل نيابه، قاضي، محامي، وبعدين في القفص يعني في البيت العداله، دخل كل الحتت اللي في بيت العداله. مساء الخير سعاده المستشار. استاذ ابراهيم، ازيك؟ كل سنه طيب. طيب، اخبارك ايه؟ الحمد لله. وبعدين انا الوحيد اللي لفيت القاعه. انا خدتك عبد اول حاجه وكيل نيابه بترافع، وبعدين رئيس محكمه على المنصه، وبعدين محامي، وبعدين القفص. طيب، انا عايز هناخد الاربع حاجات دول ابتدي بيهم بقى. ما بين يعني نبتدي من اول بدايه المشوار، كان وكيل نيابه. ما بين وكيل النيابه والادعاء، انا عايز الناس، احنا كل فكرتنا عن النيابه اللي بنشوفه في الافلام، وهو هذا المتهم المثل امامكم، الكلمتين اللي بنشوفهم دول خلاص وتوقيع اقصى العقوبه. لا، النيابه وكيل النيابه هو محامي الشعب، يعني هو ده المحامي بتاعنا كلنا. فوكيل النيابه انا عايز حضرتك تقول لي ايه اختصاصاته، لان انا عايز اشوف انت حضرتك وقفت جلست على هذا الكرسي، وقفت على هذا المنبر، وجلست على منصه القضاء، وترفعت من قاعة المحكمة أمام منصة القضاء. عايز كل واحدة منها نتكلم ما له مع كل واحد، ما له وما عليه الدور عليه، لغاية ما نوصل أستاذ إبراهيم، احنا هناخد من التقرير. أنا شفت بعض التقرير. أولا وأنا بتكلم عن محاكمة الوزراء، ده كان سنة 90. كنت مرشح نفسي، اللي هو أول مؤتمر اللي أيوة في الأول. كان على فكرة قاعد جنبي الكابتن الجوهري الله يرحمه. ده وطبعا انت عارف، انت اللي معرفني بالكابتن الجوهري لو تفتكر بايام قضيه طاهر ابو زيد. انت اللي عرفتني بيه. من يوم احنا طبعا اصدقاء. انا كنت بتكلم يومها عن الحزب الوطني الذي افسد الحياه السياسيه في مصر. وكنت بستشهد بموقف حصل من اللواء زكي بدر وزير الداخليه. وكنت بعرض ده كمؤتمر في 100 عقبه. كنت ايما نازل دقي عجوزه قبل ما انزل دايرتي بقى الاصليه اللي هي متغامر وبعدين اجا. اللي حصل بالظبط ان انا بتكلم عن فساد الوزراء سنه 90، في وقت لما اسف جدا كان ناس كتير لابسه طرح ما بتتكلمش، وكان الامن المركزي بيجي لي ويجيبوا عربيه يولعوا فيها جوه المؤتمر عشان الناس تجري. وكنت بتكلم على زكي بدر اللي هو في مجلس الشعب، لما لو تفتكر كان الاخ ايمن نور ضبط متلبسا، وهو بيسجلوا له صوت وصوره ازاي بيزور، بيجيب ناس يعمل عليهم بالروج كده الاحمر على ظهرهم ويصورهم في احدى بدرونات، كان ايامها في الوفد في بدرون في الوفد تحت، ويقول ان دول كانوا بيتعذبوا. ففي ضابط امن دوله ضحك عليه وسجل له صوت والصوره. فزكي بدر كان بيعرض المشهد دون على اعضاء مجلس الشعب، لكن خرج زكي بدر من قصه ايمن نور الى انه اخطا في حق فؤاد باشا سراج الدين، الشخصيه المحترمه اللي هو الراجل اللي كان في عز جبروت الملك فاروق بيقول له لا. فلما اخطا رد عليه طلعت رسلان الله يرحمه نائب الشرقيه، فابتدى زكي بدر هاج في الناس كلها وابتدى يضرب فيهم. وكان اخونا عبد الرحيم الغول عضو حزب وطني ايام بيقول له اضرب يا سياده الوزير، اضرب يا سياده الوزير، بيضرب على زملائه يعني. فانا بقيت اقف اعمل مؤتمرات واقول يا جماعه هو ده الحزب الوطني سنه 90. ازاي الحزب الوطني انت عايز تنتخبوا الناس وهم اصلا بينضربوا جوه مجلس الشعب، مش عارفين ياخدوا حقهم. ده المشهد الاولاني. حضرتك بقى المشهد الثاني ده ليه علاقه بالنيابه، اللي وانا كنت صغير، كان الكلام ده من سنه 78. كان الناس مستغربه، كان مع الاستاذ سمير صبري في برنامج اسمه الناس. النيابه دورها انه بيمثل المجتمع. مفيش حاجه، انا دلوقتي بشوف واحد يقول لك انا محامي الشعب، بأمارة ايه يا بابا؟ حضرتك تلاقي اي قضيه واحد كده يقول لك انا الدكتور الحفناوي انا محامي الشعب، ويروح ضارب كلمتين، واخد بالك، وبعدين تيجي تفتح لا بيترافع، بس بيترافع في فضائيات، لا بيقول كلمه المحكمه ولا حاجه خالص غير ان هو انا محامي الشعب. لا، محامي الشعب اللي بيمثل الناس هي النيابه العامه. النيابه العامه بالظبط كده. اكمل بس. المهم، ففي اختصاص النيابه انا في الوقت ده طبعا كنت الاول على دفعتي، فالغرور الشديد وانت في سن مبكره 20 وشويه تصور لي ان انا ما فيش بعدي ولا قبلي. فكنت تعينت الاول في الاسماعيليه، ثم نقلت الى مدينه الاسكندريه، فكان في جنايه قتل عمد مع سبق الاصرار في مرسى مطروح، وكان بينظرها مستشار الله يرحمه اسمه عبد السلام بدر الدين. فقال النيابه العامه المفروض تبقى سيادتك قاري القضيه، انت بتطلب اعدام الراجل بقى. فقلت بقى بطلب تطبيق مواد الاتهام. فالراجل بعد الجلسه ما خلصت خدني كده في اوضه المداوله، قال لي انت بتستهبل، الراجل ده انت عايز تديله اعدام، يعني ايه تطبيق مواد؟ المواد التامه موجوده، مش تقول اسانيد النيابه ايه وادلتك ايه عشان لما المحامي يترافع قوم ترد عليه.
فانا تصوري بقى في الوقت ده ان انا الاول والكلام ده يعني حاجه بقى يعني ولا بعد ولا قبلي. فحسيت ان انا ولا حاجه، وان انا جاهل، وانه كل ما ربنا سبحانه وتعالى يقدمك خطوه المفروض تقرا. فرحت طالع جبت كل الكتب المتعلقه قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه واحكام النقض وقريتها وذاكرتها. عملت الموسوعه الجنائيه، اللي اترشحت لجائزه دوله في الوقت ده التشجيع في القانون، واستضافني الاستاذ سمير صبري. المشهد اللي حضرتك شفته ده النيابه العامه ليها دور مهم جدا. بس النيابه العامه بتشتم دلوقتي. معاون النيابه انا كنت فاكر يمكن دي النفخه الاول، يعني اول نفخه كانت جايه لي. النيابه العامه انا كنت معاون النيابه، وكان عاملين عمار ده كان محافظ الاسماعيليه، وكان اساتذتي كان الله يرحمه رياض اسماعيل كرئيس نيابه، وكان عاملين بيه الشهاوي ربنا يديله الصحه، وكان معانا فرج البدري، وكان معانا المستشار احمد الغمري. علموني ان معاون النيابه ده محافظ ما يسبقوش، لانك انت هنا بتمثل رمز القانون، محدش يسبقك. يعني لما نيجي نمشي لو احنا في احتفال ولا حاجه المحافظ ما يسبقش. النهارده النائب العام اللي بقاله سنه ونص يا استاذ ابراهيم بيتشتم، انا شفت بنفسي. اللي عايز كشك يروح يضرب الباب برجله، وايوه انت من ايام حسني مبارك. طب كل مصر من ايام حسني مبارك. يعني النهارده انت عايز تقنعني ان اي حد اتولد قبل 25 يناير ينتحر؟ طب ما هو اللي اتولد بعد 25 يناير حوالي ما يجوش يجي 1000 واحد. يعني نسيب البلد لل1000 وكلنا نمشي. طيب الدكتور هشام قنديل ده اللي هو رئيس وزراء مصر، انا كنت بروح ازور الدكتور محمود ابو زيد وزير الري وهو مدير مكتبه. يعني محمود ابو زيد ده حزب وطني، وزير الري حسني مبارك، وده كان مدير ما انت جبت رئيس وزراء ليه؟ المهندس اللي هو عابدين راجل محترم المعتز بنفسه اللي هو دلوقتي وزير الاداره المحليه، تمام؟ طب ما هو كان محافظ كفر الشيخ وانت جبته. فانت النهارده بتتحرش بالنيابه العامه وبالنائب العام ليه؟ هو ده السؤال. انا هقول لك ليه. اخويا البلتاجي واخويا صفوت حجازي واخويا اسمه عصام العريان، النائب العام هو ايام ما كان رئيس نيابه امن الدوله كان بيحقق معاهم، لانهم كانوا جماعه محظوره. في الوقت دون كان بيتحقق معاهم، واخد بال حضرتك؟ هو اللي كان بيحقق، الراجل كان بيأدي واجبه. يعني ما يقدرش يقول للنائب العام او المحامي العام لا انا مش هحقق مع الناس دي، تمام؟ والا ده عنده نصوص قانون، والله الجماعه دي مسجله ولا مش مسجله؟ بتبقى انا عندي يا اما حزب يا اما عندي جماعه مسجله في الشؤون الاجتماعيه او التضامن الاجتماعي دلوقتي، تمام؟ فالتحرش اللي احنا شايفينه يا استاذ ابراهيم بالنائب العام، ودليل التحرش ايه؟ انه في قضيه موقعة الجمل في شهر 3 لما زاد الضغط على النائب العام وقله الادب زادت والشتيمه زادت، وللاسف بعض الناس المحسوبين على القضاء كانوا يروحوا ميدان التحرير يعملوا محاكمات للنائب العام. ها؟ اللي هم دلوقتي كل واحد خد حته من التورتايه. كل واحد خد حته من التورتايه، تمام؟ اولا قانون السلطه القضائيه بتمنع سيادتك انك تتكلم في السياسه، مش تروح ميدان التحرير. انا شفت قاضي اسمه وليد شرابي طالع في الازمه الاخيره بتاعت النائب العام في قناه الجزيره مع اسمه ضحى او ما اعرفش مش ضحى، مش عارف ولد او بنت اسمه ضحى، البنت السمراء دي اللي بتكره مصر دي. كويس؟ بيقول لها النائب العام لازم يمشي لو عنده حياء. خلي بالك ده وليد ده يعني ما يجيش من ولاد النائب العام. النائب العام عنده 66 سنه، وليد 31 32 سنه. اصل الراجل ده افسد. فانا طلعت في برنامج قلت ايه؟ يا سياده المستشار زغلول البلشي، الراجل ده بيهين النائب العام اللي هو رمز اللي هو عضو مجلس القضاء الاعلى، تمام؟ الراجل ده بيقول ان هو في احداث 25 يناير الانتفاضه الجميله المحترمه دي كان بيمسك ناس وبيحقق معاهم وبيسلمهم للجيش. حضرتك صفتك ايه؟ فحضرتك الراجل اللي بيغلط ده في النائب العام المفروض يتحاكم، تمام؟ طلع البيه عامل جماعه اسمها مصريين مش عارف قضاة من اجل مصر، وطلع اللي هو اعلن النتيجه قبل بتاعت انتخابات رئاسه الجمهوريه قبل ما يعلنها اللجنه العليا للانتخابات برئاسه المستشار فاروق سلطان. ففوجئت انه بدل ما يتحاكم انتدب للتفتيش القضائي، يعني بيفتش القضاه. ما هذا العبث؟ انت حضرتك النهارده عايزني احترمك كقاضي واحترمك كنائب عام او وكيل نيابه وانا عندي قاضي
عمال يهين الرمز من رموز النيابه العامه، اكبر رمز هو النائب العام، وعايز المواطن العادي البسيط السمكري بقى ولا البقال ولا الناس البسطاء دول بيشوفوه لما بيشوفوه عايزهم يحترموا النائب العام. لا، الفوضى دي لازم تنتهي. ما دام في قانون، تعال حضرتك بتقطع، حضرتك قاضي على عيني وراسي. هل تعلم ان هذا الرجل، هذا القاضي، ما احنا عندنا كارثه دلوقتي، هذا القاضي لما كان، فاكر انت لما كان مقر الامن الدوله بتولع، الراجل ده كان موجود هناك جوه امن الدوله بتاع مدينه نصر وهو بيتحرق. اللي بيتحرق ده ماليش دعوه بامن الدوله، انا امن الدوله دول ضربوا امي بالنار موتوها، لكن اللي بيتحرق ده جزء من مؤسسه الدوله، مبنى، ممتلكاتي. الاستاذ وليد ده اللي كان قاضي كان جوه هناك، يمكن كان بيشرف على فالمحامي العام اللي طالع يشرف بيقول له حضرتك، لما الناس تجمهرت، مين حضرتك؟ قال له انا قاضي رئيس محكمه شغال هنا في شمال القاهره ومن حقي اشرف. قال له تشرف على ايه؟ حضرتك قاضي تروح تقعد في محكمتك 3 ايام بتقعد تشتغل فيهم. هذا الراجل يرقى؟ هذا الراجل اللي بيهين النائب العام يرقى؟ ده الجزء الاولاني. المهم نرجع بقى للنيابه العامه ودورها يا استاذ ابراهيم. دور النيابه العامه، من الذي قدم الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحاكمه؟ النائب العام. من الذي منعه من السفر؟ النائب العام. امال انت زعلان من ايه؟ ما انا مش فاهم. يعني هو اللي قدمه المحاكمه، مين اللي قدم احمد عز؟ مين اللي قدم رشيد؟ كل اللي في السجن، كل اللي في السجن مقدمه من النائب العام. ولا هو حضرتك عايزه يحبس مصر كلها وتفضل انت يا عصام يا سلطان والبلتاجي وعصام عريان انتوا اللي انتوا عايزين تقعدوا واحنا كلنا نخش السجن؟ لا. وبعدين النهارده انتوا وصلتوا الراجل لمرحله ان الحكم البراءه لما بيطلع قبل ما القاضي بيطلع الحكم لسه في الفرن، يعني المفروض يكتب اسباب، الراجل بيقول لك هطعن بالنقض. الله، مش بتقرا الحكم. فللاسف الشديد احنا وصلنا لمرحله، انا بقول نحن نعيش في زمن الضلال وما بنخافش. انت لفقت قضيه الجمل ليا ولغيري، لكن خليني انا لان انا لما اتكلم انا الوحيد اللي ما عنديش نقط. ليه؟ لانه من حسن الحظ، لان ربنا يدافع عن الذين امنوا، والقصه كلها ملفقه بالنسبه لي. كان لغايه 2007 كان الاحكام الغيابيه الصادره من محكمه الجنايات في غيبه المتهم ليها نقض. 2007 اتعمل قانون جديد لغوا النقض لينا، فبقيت انا وابني وابن اختي براءه. لكن لما تيجي النهارده تبص بقى تشوف المشهد، يقول لك الحكم ده مش عاجبني. ليه يا بابا حضرتك مش عاجبك؟ ليه يا اخي بلتاجي واخ عصام العريان؟ يقول لك اصل جموع الشعب المصري مش طايقه النائب العام، مش طايقه الحكم. طب ما انا ممكن اقول لك يا بلتاجي، ما هو جموع الشعب المصري مش طايقاك لانك شبه الليمبي بشنبك ده. خلاص عادي جدا يعني، شبه الليمبي على طول بشنبك ده وانت عامل لي كده. ومين انت؟ ومين عصام سلطان؟ مش انت اللي اولا عصام اللي انت برضه مش عاجبك الحكم. تفتكر يا استاذ ابراهيم لما طلع وقال ان ملف قضيه الجمل اتسرق، وطلع عضو اليمين المحترم المستشار احمد مسعد مليجي قال لك ده كذاب، الملف موجود. طب لو هو سرق المال القاضي حكم بايه؟ ادي واحد. راح راجع تاني بعد شويه بعد ما الحكم صدر بالبراءه، قال لك لا اصل النائب العام، التحرش بقى النائب العام وحمدي مدين اثنين ما لهمش علاقه ببعض، لكن قائد الشرطه العسكريه وده النائب العام. كلموا عضو اليمين اللي هو احمد مسعد دون في القضيه، فالراجل تنحى. احمد مسعد مليجي يا كذاب مشي علشان في دار القضاء العالي كان في جمعيه عموميه، قابلني بالصدفه وانا متهم عنده خلاص، وكان في ناس مستشارين ماشيين معاه، صباح الخير صباح النور، مجرد صباح الخير صباح النور تنحى. هو ده القاضي جاي تكذب. وبعدين لما انت بقى بوريك بس الضلال، لما انت عنتر بن شداد، هو احمد شوبير ده مش عضو لجنه سياسات وكان حزب وطني؟ ما انت كنت المحامي بتاعه، ولما وقفت له القناه بتاعته وخسرت القضيه قدامي، تمام؟ هو حضرتك مش ولي ضابط امن الدوله، ضابط امن الدوله اللي عمل مشكله مع ابن كريازي اللي انت فاكر لما قال لك وضربني وعورني، وقدام الدكتور مصطفى الفقيه بيه قعدوا يبتزوا الراجل، خدوا منه، بقول تاني قدام، خد منه 2 مليون دولار يعني 12 مليون جنيه في خناقه عبيطه. خلاص، وعملت مكتب، كان عندك مكتب اوضه وصاله غلبان، دلوقتي بقى عندك مكتب كبير. انت خليك في نفسك بقى، مين انت؟ وبعدين انا بقول لك انا وكيل لجنه تاسيسيه. طب التقرير اللي مكتوب عن امن الدوله انك انت اللي بلغت في البرادعي وانت اللي بلغت في الثوار الحقيقيين في 25 يناير، ما ترد عليه خلاص. لكن عمال يتوه الناس. النهارده عارف يقول ايه بقى؟ في بلاغ متقدم ضده للمطارد في موقعة الجمل، خلاص، فقال لك ايه؟ لا ما فيش وتحدى مرتضى منصور. فقلت له رقم البلاغ، فقال لي عامل البلاغ ده واحد اسمه فلان الفلاني شغال في مكتب مرتضى. انت عارف الهسهس اللي جه للراجل احمد ممتاز
فاكر انت فيلم عبد الحليم حافظ لما صلاح كان اسمه صلاح نظمي، وكل ما يشوف واحد يقول له ايه ده احمد ممتاز والمأذون احمد ممتاز والهسس جه والشغل، قال لك ده مرتضى. اولا الراجل ده مش شغال في مكتبي. اتنين، طب ما هو محامي وبيقول لك اصل من الرمل، طب ما هو محامي البلتاجي خلاص من عندي من نفس البلد، واخد بالك. لكن الهسس لما يشتغل اسكت بقى، انت وكيل لجنه، انت وكيل لجنه التنسيق، انت اللي هتعمل الدستور. فانت في حاله يا استاذ ابراهيم، طيب حاله غريبه جدا. انا عايز بس احط النقطه هنا. النيابه العامه، النائب العام في اي قضيه، النيابه عموما اللي حضرتك اشتغلت فتره فيها، بتبقى كل مهمتك انت عشان تحول قضيه، بيجي لك بلاغ في البوليس وبتحول قضيه، فبتعمل تحقيقات. انت ما تنزلش تعمل تحقيقات، انما انت بتستدعي ناس او بيجي تقارير بتجيلك والادله بتجيلك، وتقول لهم شوفوا لي السكينه اللي موتنا بيها او المسدس او الكلام ده كله. جات لك الادله جات لك، ما جاتلكش مش هتحول ادله ولا في ولا لا. بص حضرتك دول احكي لنا دي وضحها لنا. هنتكلم صوت يعني بصفه عامه وصفه خاصه في القضايا بتاعتنا اللي احنا بعد 25 يناير. النيابه العامه دي سلطه التحقيق، اسمها سلطه التحقيق وسلطه الاتهام. يعني الوحيده اللي تحقق النيابه العامه، والوحيد اللي يحيل المحكمه ويروح المحكمه ويروح يقول ان هذا، لو حضرتك قلت ان هذا المتهم، النيابه العامه. لكن زمان كان في ناس احيانا بتتضرر من النيابه العامه، فتقول لك لا شد لي قاضي تحقيق. فالنيابه العامه في بعض القضايا بتطلب من وزير العدل ان ينتدب قاضي للتحقيق. تمام. وزير العدل ينتدب من رئيس محكمه الاستئناف اللي هو تبعها الجريمه، يعمل نفس الدور بتاع النيابه قاضي التحقيق. لا، دوره يحقق فقط، لكن ما يقدرش يقف في المحكمه ويقول هذا المتهم والكلام ده. النيابه بتكمل بقى انما هو اللي بيحقق وبيجي بالادله واللي بيجي بالكلام ده. تمام. تعالى بقى في القضيه اللي هو بعد 25 يناير اللي عامله مشاكل دلوقتي. اللي ضيع دم الشهداء الحقيقيين النصابين والبلطجيه والمبتزين. قول لي بقى ازاي؟ واحد مات في حادثه عربيه، بيروح ابوه رايح ويقول لك ايه، ابني خد رصاصه في دماغه، ويدي 100 جنيه لولد كان اسمه كريم في مستشفى القصر العيني، بقول اسمه كريم جريس، يروح مطلع له شهاده طلق ناري في الراس. النيابه بتحقق، النيابه حققت في القضيه دي في الاول قبل ما تروح لقاضي التحقيق. تعالى يا دكتور حضرتك ده طلق ناري في الراس، التقرير يقول لك لا ده يا فندم ده جالي في حادثه عربيه. يبقى ده ضيع حق واحد مات فعلا بطلق رصاص. الثاني طلق ناري في الراس، برضه اخي كريم، تعالى يجيب الدكتور يقول لك انا ما وقعتش، انا ما شفتش الحاله دي اصلا. الثالث تلاقيه في مستشفيتين في وقت واحد. فهم للاسف بعض الاهالي استغلوا فرصه الزيطه دي عشان ياخد التعويض 300 400 الف جنيه ومعاه الشهري 1500، وضيعوا دم الشهداء الحقيقيين اللي ماتوا فعلا، استشهدوا فعلا دفاع عن الحريه وعن الديمقراطيه، وما همهمش بصدرهم في ميدان التحرير. يبقى اللي بدا انه يفسد الادله مين؟ بعض النصابين. اتنين، قاضي التحقيق. انا النهارده جاي لي قضيه، لما الاقي عندي النيابه بعتت لي الورق والاقي عندي يا استاذ ابراهيم في واحد التقرير الطبي بيقول طلق ناري في الراس، والطب الشرعي يقول لك راسه سليمه. انا المفروض تحقيقي ايه؟ اجيب الطب الشرعي واجيب الراجل اللي كتب الجواب المزور ده واجيبهم ببعض عشان اوصل للحقيقه. اجيب الراجل اللي كتب ان ده طلق ناري في الراس وبعدين بقت حادثه عربيه، الراجل الدكتور قال لي في حادثه عربيه، واواجه عشان اوصل للحقيقه، عشان ما يروحش. وده اللي بقوله، اللي يزعل مني بقول تاني، بعض النصابين اللي اهدروا دم الشهداء الحقيقيين. لما يجي قاضي التحقيق بقى بيحقق عمل ايه؟ كل تركيزه في الاتي: انا اكتشفت انه زور ورق لابنه وابن اخته، لابنه وبنته عشان يدخلوا من النيابه الاداريه والنيابه العامه بورق مزور، تمام؟ فبلغت فيه انا واحمد ووحيد ابن اختي. فكل تركيزه ساب كل ده وعايز كل همه يدخلني في القضيه. اقسم بالله العظيم قلت له كده: انت عايز تبوظ القضيه دي؟ استمر في اللي انت فيه، دخلني فيها. قال لي ازاي يعني يا استاذ مرتضى؟ قلت له انا حضرتك بتقول ان الحزب الوطني وانا اللي رفعت القضيه بتحل الحزب الوطني، ازاي انا هبقى مع الناس دي؟ بتقول ان انا متفق مع صفوت الشريف وانا الوحيد اللي طلعت في التلفزيون قبل 25 يناير قلت له يا مزور. فحضرتك التركيبه دي مش هتمشي، يعني اعمل تركيبه تانية. فوالله العظيم كده قال لي طب ما هو انت مش عايز تقول لي دور احمد شفيق ودور محمود وجدي؟ قلت له انت بتكلمني انا؟ اولا انا مش مخبر، اتنين مش مرشد، ثلاثة انت عايز تلفق للناس، يعني تاخد كلام على لساني بناس ابرياء عشان تعمل، اقسم بالله العظيم والقرآن الشريف هذا حدث، عشان تلفق للناس.
انا اسف. فالمهم راح حبسني 15 يوم اللي انا دخلتهم في سجن المزرعه. وبعدين في النهايه النيابه العامه اللي هي دلوقتي بتتشتم كل يوم، لو كانت القضيه دي كمل تحقيق في النيابه العامه كنا وصلنا للمتهم الحقيقي. ليه بقى؟ انا اديك نموذج صغير. المحكمه راح لها 14 سيديهايه من القاضي بعت لها 14 سيديهايه. قاضي التحقيق انتدب. نعم. هي النيابه ما حققش في الموضوع. القاضي المحكمه الجنايات مستشار مصطفى عبد الله راح له 14 سيديهايه على ما اتذكر. 14 من قاضي التحقيق. من قاضي التحقيق. النيابه العامه بعت لقاضي التحقيق 27 سيديهايه. فين يا استاذ السيديهات؟ يعني حضرتك شايلها في البيت مثلا. طب ايه السيديهات دي بقى؟ اقول لك اللي هي ما راحتش. اللي 6 سيديهات المخابرات العامه مصوره موقعة الجمل بالكامل. لصالح مين خبتهم؟ هيلتون رمسيس مصور الولايه. عشان في ناس تقدر من فوق الهيلتون. هيلتون رمسيس بعت كاميرات المراقبه بتاعته صورت وبعتت. حضرتك شلتهم ليه؟ حضرتك لازم تبعتهم للمحكمه. هو حضرتك مخليهم عندك ليه؟ تمام؟ ادي بيان باللي النيابه بعتته. من حسن حظنا ان النيابه العامه هي اللي سالت كل الشهود الزور. وشاهد الزور يا جد انا الاربعه بتوعي مثلا واحد ابن خال بركه عبد الرحمن بركه حزب وطني ولاد حزب وطني اللي هو اسمه حكم شلبي ده بلطجي. وانا مبلغ فيه في شهر 12 في انتخابات اللي تمت في 2010 قبل 25 يناير. تمام؟ استغل الفرصه وراح قال انا شفت مرتضى وابنه احمد وابنه امير وحيد ابن اخته بيخلص، يعني عايز يخلص. تمام؟ في ميدان مصطفى محمود ماسكين سيوف ايه يا ابني؟ تعبيط. عمل ايه بقى؟ يوم النيابه العامه تتبين له ان هذا البني ادم من تتبع تليفونه كان في مدينه المنصوره. ما كانش فاكرها خالص. ولا واول يوم جاي فين؟ اول مكالمه عملها من بيت عبد الرحمن بركه. ده كلام يا جماعه قسم في مجلس الشعب وده قسم ايضا والولد عضو في الحزب الوطني. الثاني اللي عمل كل شيء يقول لك انا مش هسيب طار اخويا نصر عويس. طب يا استاذ محمد حضرتك مش عايز تسيب طار اخوك، طب ما تقول لوالدتك الحاجه المحترمه انك كذبت، انك قلت انك مسكت بلطجيه يوم موقعة الجمل وقفشتهم وبعدين سالتهم مين بعتكم؟ قالوا لك مرتضى منصور ومحمد ابو العينين ومش عارف 4 5 وفتح السرور. خلاص. طب ما تقول لوالدتك ان حضرتك عامل حوار في موقع الشروق والنيابه جابته تحفظها جابته وطلعت حضرتك بتقول له امي صحتني من النوم الساعه 4 اتغدى شفت موقعة الجمل في التلفزيون. عيب. الاثنين التانيين اللي جابهم الاخ حكم شلبي اللي هم واحد فيهم مسجل مخدرات جلب مخدرات اللي قال لك شافوا مرتضى بعربيه بيضاء. عمري طبعا ما ركبت عربيه بيضاء في حياتي فوق كوبري 6 اكتوبر خلي بالك. وطلعوا الاثنين كانوا بيحرقوا الاقسام اسمه بولاء ابو دكرور اسمه بولاء ابو العلا وكل تتبع تليفوناته بيحرقوا في اقسام. هي دي القضيه اللي عايز تدي اعدامات لناس. وبعدين الاكذوبه اللي بتقول لك ان في 1000 واحد استشهد. تمام؟ ده جواب طالع من مصلحه الطب الشرعي. انا بقول بس الضلال اللي احنا عايشين فيه. معالي المستشار الدكتور عادل بيه قورة لجنه تقصي الحقائق انه في سيادتك خلال الاحداث الاخيره ورد الى التشريح عدد 147 جثه. الكلام ده عدد 13 كام 2 يعني من 25 يناير لغايه 13 2 كل اللي ماتوا 147. شملت بقى ايه؟ 119 جثه دول مساجين اللي هم جيهم يهربوا من السجن و28 جثه خاصه بالاهالي المظاهرات. يبقى اذا الشهداء الحقيقيين عندنا من 25 يناير ده مش انا بقول ده الطب الشرعي 28 بما فيهم بتوع موقعة الجمل. تمام؟ لما تيجي تكتشف ان 6 من اللي محطوطين اسمائهم قاضي التحقيق حاططهم في موقعة الجمل انهم استشهدوا يوم موقعة الجمل انهم يوم 28 ومجني عليهم في قضيه حسني مبارك اتحكم عنهم. هذا ضلال. يبقى اللي بوظ القضيه نمره 1 الناس النصابه. وانا حكيت قصه واقول تاني انه في صديق ليا محامي اسمه محمود عبد العليم العجمي. اخوه هو محامي دكتور محمد البلتاجي. يعني راجل مش هيكذب ده تبعهم. تمام؟ جه قال لي يا استاذ مرتضى انا واقع في ورط في موكل عندي اسمه كذا جه قال لي عايزين ناخد اجراءات اللي هي اعلام الوراثه ابني استشهد في احداث موقعة الجمل. فانا بعد ما خدت الاجراءات وصرفنا التعويض جه بعديها قال لي انا ابني ما ماتش ابني عايش. فانا اعمل ايه؟ فهو جاي بيقول لي انا بين نارين بين واجبي كمحامي وده سر قاله لي وبين واجبي ان ده راجل بينصب. انا بس بوريك نموذج
انت عايز تدي اعدامات لناس محترمه، وبعدين هو بمزاجك. طب هو القاضي لما حكم على احمد عز، هو نفس القاضي اداله 10 سنين في رخصه حديد، تمام؟ طبلته وزمرته ليه وقلته يا اعظم قاضي في التاريخ؟ ها؟ راح اتقدم على رخصه وخد الرخصه بتاعته، رخصه حديد. ها؟ ولما نفس القاضي حكم في قضيه بسمه وعمرو حمزاوي اللي كان عامل لي انا استجواب لوزير الداخليه عمرو حمزاوي، ها بتاع ابو بتاع ها خلاص بقى، ها عمرو حمزاوي خلاص صحيح طيب. اللي عايز الرجاله يتجوزوا بعض، ماشي؟ يقول لك عايزين نعمل جواز مدني، عمرو حمزاوي يعمل لنا استجواب، يعمل وزير الداخليه استجواب، هو اللي اسمه حاتم. ازاي مرتضى منصور ما طبطش عليه؟ طب ما هو نفس القاضي يا استاذ عمرو، ها لما حضرتك في طريق الواحات بعد الفجر كنا في رمضان في العربيه بالليل، ها والولدين سرقوا موبايل، خدوا مؤبد بنفس القاضي، وقعدت ترقص، ارقص يا حمزاوي، ها وبقيت فرحان. هو احنا يا استاذ الفاضل بننقي؟ هو احنا الحكم اللي على مزاجنا نسقف له ونطبل له، والحكم اللي مش على مزاجنا نجيبه الارض هو، وبعدين ايه؟ والنائب العام اللي بوظ القضيه. طب اقول لك حاجه، النائب العام لما حقق في الجزء الاولاني ده اللي انقذنا، ده اللي ثبت ان الولاد كدابين. انت عارف قاضي التحقيق ده، هديك بس نموذج، ونموذج مقرف. الاربعه شهود الزور دول زور. زملائي الافاضل المحامين، الاستاذ امير سالم المحامي اللي كان بيحضر في قضيه الافوكات، وانا كنت رئيس محكمه، وراح عمل فيها شكوى ان انا جبت الفيديو وفيلم الافوكات عرضته في نقابه المحامين اللي هو بيشتم المحامين، وقال ان مرتضى منصور قال لا انا هحبس عادل امام، ها، وقال يعني زعلان ان انا هحبس عادل امام المحامي، تمام، اللي هو هطلعهم سبانخ خلاص. والاخ التاني واحد تاني اسمه اشرف ناجي الجندي محامي، والاخ التالت اسمه احمد حلمي محامي، خلاص. دول محامين زملائي يا جماعه، ده الكمساريه لما بيحصل مع واحد كمساري حاجه، ادي الزملاء المحامين. طبعا دول 3 شواذ بالنسبه لالاف مؤلفه المحامين المحترمين اللي وقفوا معايا. اوريك احمد حلمي ده عمل ايه؟ عامل شكوى ضد انس الفقي، خلاص، بلاغ، وضد مش عارف اسامه الشيخ، وضد مين، عمال يهوش يمين وشمال. ماشي يا عم موافقين. فراح يتسال عند قاضي التحقيق، ده الوحيد اللي اتسال عند قاضي التحقيق. فبيقول له ايه؟ هل لديك اقوال اخرى؟ هو طبعا حكى بقى وانس الفقي عمل كذا، ماشي خليك في انس الفقي. هل لديك اقوال اخرى؟ قال له مرتضى منصور حرض على ضربنا. طب انت علاقه مرتضى منصور ايه؟ انا زميلي المحامي الاستاذ اللي معاه كارنيه نقابه المحامين، بس هو بيعمل كده ليه بقى؟ لان الاستاذ سامح عاشور كان مع جهان منصور امبارح بيعمل لها بلاغ اللي مش محاميه، واسرته كلها راحت له وقالت له يا راجل، ومجلس النقابه مجتمع، امر ضبط واحضار والشرطه اقتحمت بيت محامي ومكتب محامي، ده وحيد محامي واحمد محامي ومرتضى محامي، مرتضى محامي قبلك، يعني انا محامي قبل سامح عاشور. يا استاذ الشرطه اقتحمت 3000 ضابط وعسكري، حضرتك شفت ايامها عملوا ايه في شارع احمد عرابي. قال انا ماليش دعوه. مالكش دعوه؟ امال مين ليه دعوه يا حبيبي؟ جهان منصور انت راح تحضر عنها؟ انا بوريك بس احنا في زمن غريب. دلوقتي انا كنت قايل من امبارح للساده المشاهدين اللي عنده اسئله يبعتها لنا. رانيا سعد بتقول يا استاذ ابراهيم احنا عايزين سعاده المستشار يرد على اسئلتنا. هنقف شويه من الكلام ده ونرد. هاله الحوفي بتقول اتمنى من سياده المستشار تحريق قضايا فتح السجون وتهريب المساجين وحرق اسامي الشرطه وقت الثوره ومقتل اللواء البطران، لانها القضايا الوحيده التي لم تثار نهائيا من بعد الثوره، فربما لو عرفناها لالزمنا على طبيعه الطرف الثالث. بالنسبه للواء البطران، انا بعتبر اللواء البطران شهيد، انا سمعت اخته شقيقته المحترمه، وانا بعرف اللواء البطران على فكره من زمان، شخصيه محترمه جدا. واضح ان اللواء البطران قتل غدرا، بس انا ما اقدرش، مش هعمل زي اللواء الافندي اللي عامل نفسه محامي الشعب يقعد يملى بقه تفاف ويتف وبتاع، وهو اصلا ضيع، هو اللي ضيع حق الشهداء الحقيقيين. وبعدين اللي انا اكتشفت يا من الحاجات الغريبه جدا انه بيحضر في قضيه الجمل دي بقى له 1.5 سنة، خلاص. بيحضر عن مين؟ عن واحده اسمها سعديه ولا مش عارف تحيه حاجه كده، يعني تحيه سعد مش عارف ايه. فانا جبت القضيه، لا لقيت التحيه دي لا مجني عليها ميته ولا مصابه، وان الافندي ده عرفنا في الفضائيات، وانا محامي الشعب ومعايا دكتور في ايه؟ دكتور في الكذب والنصب للاسف الشديد. فانا تحت امر. بص، انا عندي 37 توكيل من 37 شهيد حقيقيين، واخد بالك، على مستوى الجمهوريه. ويمكن انا قلت قبل كده لما جالي التوأم بتاع سيد بلال اللي هو اول شهيد قبل 25 يناير، نعم، انا كان الولد خايف اخد توأم، فقلت له انا اللي هعمل، وعملت بلاغ ضد الناس دي كلها، واول حكم جنائي طلع ضد ضباط هو في قضيه سيد بلال، واخد بالك. فانا ببقى اقول تاني يا جماعه، اي شهيد من غير اي حاجه انا تحت امره، صورته تجيلي من غير اتعاب، مكتبي مفتوح،
لان انا بقول ان في ناس استشهدت فعلا 25 يناير و28 يناير، الناس دي دمها مش هيروح حضر، واخد بال حضرتك؟ طيب احنا دمها مش هيروح حضر يا استاذ مرتضى، لان دلوقتي ده بقى قميص عثمان، الشهداء حق الشهداء بقى قميص عثمان، ونتكلم كثيرا ونحن النهارده نمره واحد المساله محتاجه ان احنا نحصر من هم الشهداء الحقيقيين. تمام. خدت بال حضرتك؟ نمره اتنين نبتدي نشوف هي الاجراء 1 2 3 4، يعني هي المساله عايزه تبقى 1 2 3 4، انما دلوقتي المساله تحولت ان كل حد بيتكلم دلوقتي الشهداء حق يعني واخد بال حضرتك؟ ما يرضيش حد، خدت بالك ان واحد يروح دمه هدر كده. شوف بص يا استاذ ابراهيم، ولا مليارات الدنيا تعوض ام او اب شهيد، واخد بالك؟ بس لما يكون شهيد حقيقي. هو الشهيد هو ايه؟ يعني انا بعتبر ولادنا الارتس اللي هم في بورسعيد دول شهداء لسبب بسيط جدا، لانه مات غيله، يعني غدر. يعني هو بيحب النادي الاهلي، بيحب نادي الزمالك، الصبح صحي من النوم فرحان، رايح ورا فريقه، بيشجع فريقه، معهوش مطوه ولا سكينه، معهوش قنبله ولا مدفع، فرحان بابو تريكه وفرحان بالنادي بتاعه. رجع لامه في صندوق. خلاص، ده لا كان رايح يحارب ولا كان رايح يضرب ولا كان رايح يشتم، ده رايح يشجع فريق بيحبه. تمام. في ناس بتتعامل في القضايا دي انا اسف باستخفاف، يعني يقول لك ايه، ما هو العيال دي السبب. لا، هو حضرتك لو في خطأ من الالتراس دي مسؤوليه الاب والام، مسؤوليه رئيس النادي، مسؤوليه الجامعه، مسؤوليه المدرسه، المجتمع كله، مسؤوليه المجتمع بالكامل، لان ده شباب طالع. وعيه قول له في الفرق بين التعصب الاعمى في الدين، في الرياضه، في اي حاجه، وانك تشجع. الطاقه اللي عندك دي طلعها في اللي ما يفيد بلدك. النهارده بعد ما المدرجات كانت ماتت يا استاذ ابراهيم، ما كانش في جمهور بيروح، الولاد دي احيوا المدرجات. وانا قلت قبل كده ان السبب الرئيسي اللي انا اتنازلت في نادي الزمالك عن القضايا، وانا كان معايا حكم نهائي بانه في تزوير، انه يوم ماتش اتلتيكو مدريد لما شفت المدرجات وبامكانيات جلال بيه ابراهيم الضعيفه، ان الولاد دي عاملين ده كله والفرحه دي كلها والدخلات دي كلها، انا اتكسفت من نفسي. قلت معقول المنظومه دي الجمهور يبقى احسن مني اداره، واحسن من اللعيبه، واحسن من الجهاز الفني؟ وتاني يوم رحت على طول تنازلت. طبعا الناس في الاول شككت ان ما هيتنازل مش هيتنازل، في الاخر يعني ايه برضه خيب الله ظنه. لكن عايز اقول انت عندك مشكله. الالتراس دول شباب، دول ابني وابنك، ما ينفعش اقول له كل شويه انت بتاخد بانجو وانت مش عارف ده ايه وانت مش عارف، واجيب له الشرطه ويروح النادي الاهلي فيقول لك ده جاي حاصر النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم، فيطلع سيد عبد الحفيظ يقول لك ما حصلش الكلام ده. لازم نقعد وده دور وزير الشباب ووزير الرياضه ودور حضرتك ودور الاعلام ودور المؤسسات دي كلها. لو عندهم غلط نقعد نصحح في الخطا. هو دلوقتي انا كنت بتكلم ان احنا عندنا فيما يخص الشهداء الحقيقيين الذين سقطوا في الفتره دي من ساعه يناير لغايه النهارده ديت، عايزين نتكلم فيها. هناخد فاصل بس ونرجع. اتفضل.